بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم أخوتي أخواتي ورحمة الله وبركاته. 9 أعمال في يوم الغدير الأغر، أعمال عظيمة لا تفوتكم. وأول هذه الأعمال هو الغسل، ويأتي به برجاء المطلوبية عند سماحة السيد السيستاني دام ظله، ولا يجزي عن الوضوء. نيت أغتسل يوم الغدير برجاء المطلوبية قرب إلى الله تعالى. العمل الثاني وهو الصيام، وهو كفار الذنوب 60 سنة، ويعدل صيام الدهر، ويعدل 100 حجة و100 عمرة مقبولة. العمل الثالث وهو الصدقة، وتدفع عنك 70 نوع من أنواع البلاء، والأجر في هذا اليوم يضاعف، يعني الصدقة تتضاعف في هذا اليوم إن شاء الله، والدرهم في هذا اليوم ب1000 درهم، هكذا جاءت الرواية. العمل الرابع وهو زيارة المولى أمير المؤمنين عليه السلام. من زار أمير المؤمنين في هذا اليوم كتبت له 100 حجة و100 عمرة، وغفر الله له 70 سنة ذنوب 70 سنة، سواء كانت الزيارة هسه اللي ما يقدر يزوره من قرب يزور الإمام فيزوره من بعيد. وتقرأ في هذا اليوم الزيارة المخصوصة، موجودة في كتب الزيارات، زيارة يوم الغدير لأمير المؤمنين عليه السلام، زيارة مخصوصة في هذا اليوم. الرضا عليه، الإمام الرضا عليه السلام قال لأبي نصر البيزنطي: يا ابن أبي نصر، أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، ويغفر ذنوب 60 سنة، ويعتق من النار بضعف ما اعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر. والله لو عرف الناس، هكذا يقسم الإمام الرضا عليه السلام، والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم 10 مرات. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعمل الخامس وهو طلب الحاجة في هذا اليوم، الحاجة مقضية، فتستغل هذا اليوم إن شاء الله، بالخصوص أصحاب الحوائج الصعبة، شفاء مريض، تعيين، أي حاجة، إداء دين، أي حاجة عندك متعسرة وهامتك، فتطلب الحاجة في هذا اليوم، وفي هذا اليوم تقضى، وخاصة أصحاب الحوائج الصعبة. العمل السادس وهو الصلاة في هذا اليوم، صلاة ركعتين قبل الزوال، ويستحب قبلها الغسل، ركعتين نيتها أصلي يوم الغدير قرب إلى الله تعالى. يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، والتوحيد 10 مرات، وآية الكرسي 10 مرات. تريد فقط الآية الأولى تريد تضيف لها الآيتين الباقيات إلى وهم فيها خالدون. 10 مرات آية الكرسي، والقدر إنا أنزلناه في ليلة القدر 10 مرات. هذا العمل، هذه الصلاة تعدل عند الله 100,000 حجة و100,000 عمرة، وتقضى له لمن صلى هذه الصلاة حوائج الدنيا والآخرة. العمل السابع أن يدعو دعاء الندبة في هذا اليوم، يستحب قراءة دعاء الندبة، وفيه من الفضل والأجر العظيم الجزيل. العمل الثامن أن يقول 100 مرة: الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا تقوله 100 مرة. والعمل التاسع أن يهنئ أخوان المؤمنين، من أي واحد يلاقي من إخوان المؤمنين يقول بهذا القول: الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد.